ولازم نكون متعلمين ده. يعني لما تكون انت في جانب والاخر في جانب اخر، لا تنسى ان الجانب الاخر ده له حقوق، انت لازم تخلي بالك منها بغض النظر عن رضاك عن الممارسه دي او لا. اولا يا فندم انا عايز ابلغ سيادتك ان يعني بيان سيادتك يوم 3 يوليو يعني فرح قلوب المصريين كلهم فرحه عارمه يعني لا يتخيلها حد ويصعب وصفها، يعني لدرجه كانوا هم محتاجين الفرحه دي من سنين وشهور طويله. يعني أنا مبدئيا يا فندم كل يوم أشعر بالفخر أنني ضابط في القوات المسلحة المصرية. كل يوم أشعر بالفخر أن سيادتكم القائد العام للقوات المسلحة. ربنا يبارك في سيادتك يا فندم، ونحن من وراءك إن شاء الله يا فندم، وقدام سيادتك كمان يا فندم. كتر خيرك، متشكر. القوات المسلحة قلبا وقالبا ورا سيادتك يا فندم، والآخر نقطة دم سيادتك هندافع عن البلد دي ضد أي معتدي وضد أي قاسم يفكر يمس بأمن البلد يا فندم. شاكرين يا فندم. شكرا يا محمد. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. إذا لم تجد صيغة كحاكم، إذا لم تجد صيغة كحاكم إنك تحيد القوة المضادة ليك، اترك الحكم. طبعا يا فندم. حتى لو كان ده صحيح. مظبوط يا فندم. لا استنى، حتى لو كان ده صحيح، انت دخلت في صراع مع القضاء، ودخلت في صراع مع الإعلام، ودخلت في صراع مع الشرطة المدنية، ودخلت في الصراع مع الرأي العام، وكمان دخلت في صراع مع القوات المسلحة. القوات المسلحة وانتم منهم يستحمل النار، يستحمل الحديد، لكن ما يتخدش من الكلمة، يجرح، يهان. والإهانة في العسكرية المصرية إساءة للكبرياء الوطني، ما بنستحملهاش. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.